بعجينة واحدة خرجت 3 أفكار متاع لانش بوكس ينجحوا للجوتي متاع الصغار. بريوش وسينامون رولز وبان ولي ساندويتش. كيما تشوفوا التكستور متاع البات خفيفة روعة، والبنة ما عندكمش فكرة. للعجينة نحطوا حليب دافي، نزيدوا عليه المكونات الكل، اما نحطوا الفرينة اخر حاجه وبعدها الملح. نحركوهم بالمغرفه بالطريقه هذه، ما احناش باش نعجنوها على الاول، نخليوها ترتاح نصف ساعه وبعدين نحطوها في الروبو. ومادام جديده مع الغونغري نزيدوا شويه منها، يبدا لازم يكون تمبيراتور امبيونت، الميزان تلقاوه مكتوب في المقادير نتاع الفيديو، ونخليوها تتعجن 10 دقائق. بالطبيعه نجمو نعجنوا بيدينا، نخليوها تخمر حتى تولي الدوبل، وبعدين نقسموها على 3 ونبداو في 3 الاول. نقسموها على طروف صغار، كل طرف يوزن 35 غرام. نعبيوهم بالبيبيت دو شوكولا ونسكروا عليهم بالطريقه هذه ونخليهم يخمروا. الثلث الثاني نتاع العجينه نقسموه بنفس الطريقه، وبعد نشكلوها كي باش نتحصلوا على ميني بانولي، وكيف كيف نخليهم يخمروا. نهزوا مغرفه كبيره من جديده ونزيدوا عليها السكر اسمر والقرفه وسكر فانيليا، نخلطوهم بالباهي ونزيدوهم للثلث الثالث نتاع العجينه اللي حليناه بالقلقال في شكل مستطيل، وبعد نسكروهم كأننا نسكروا في جاتو رولي، وبالفتله نقصوا كل طرف وحده. تنجموا تخليوها تبرد شويه في الفريجيدير قبل ما تقصوهم. وبعد ما خمروا 3 انواع متاعنا بالباهي ندهنوهم بالدورير ونزينوهم شويه كان تحبوا، ونخليوهم يطيبوا في الفور على 200 درجه من 15 ل 20 دقيقه. نجموا نزينوا سينامون رولز بعد ما يطيبوا بالشوكولا كان تحبوا، وناخذوا البان ولي نعملوا منه ساندويتشات، نحطوا فيه مغرفه مايونيز جديده، ترونش نتاع فروماج كان تحبوا شويه طماطم، شويه فقوس، شويه دجاج بانيه. انا حطيتهم في اللانش بوكس الاول معهم طرفيكيا وعنب، وحطيت البريوش في اللانش بوكس الثاني معاه شويه خضره، وفي الاخر السينامون رولز معاها دقله وفيكيا.